السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون مليء بالأخبار النارية والمدمرة. سنستعرض لكم أهم الأخبار الجديدة التي تسربت بحسب بعض القنوات الأجنبية مثل قناة إلايت وورز وغيرها. الخبر الأول: دفعة قوية قادمة لدرو ماكنتاير، وقد يفوز بلقب العالم للوزن الثقيل في كلاش أت ذا كاسل. بعدها قد يدخل في عداوة مع سيث رولينز عند عودته. وسيقوم الاتحاد بعمل مباراة ثلاثية بين سي ام بانك وسيث رولينز ودرو ماكنتاير على لقبه في ريسلمانيا 41، لأننا كلنا نعرف عداوة سي ام بانك ودرو ماكنتاير سابقا. جايكوب فاتو وزيلا فاتو قد ينضمون لسولو سيكاوا وتاما تونغا وتونغا لوا، وستكون عصابة ضخمة جدا، ومن المحتمل أيضا انضمام الروك إليهم، ولكن سيكون انضمام الروك بعد خيانته لرينز كمفاجأة. وسيكون الفريق الآخر مكون من جيمي أوسو وجي أوسو ورومان رينز وكيفن أوينز وراندي أورتن، ومن المحتمل انضمام سامي زين إليهم كعضو سادس. وسيخطط الاتحاد حينها بعمل مباراة بينهم في عرض سيرفايفر سيريز 2024. الاتحاد أيضا سيخطط بعمل مباراة بين ذا روك ورومان رينز في عرض ريسلمانيا 41 على زعامة القبيلة، جراء الخيانة التي سيتعرض لها رومان رينز في أحد العروض الأسبوعية. الأخبار أيضا تقول أن تشاد جيبل سيفوز بلقب القارات وسينتزعه من سامي زين، وهذا الخبر مؤسف جدا، وسيحدث ذلك بعد عرض سمر سلام أو في سمر سلام، وبعدها سيتم تحديد نزال بين تشاد جيبل وشيمس في عرض ريسلمانيا 41. طبعا بعد خسارة دم بريس اللقب لصالح درو ماكنتاير قد ينقلب فين بالور عليه ويقوم بخيانته، أو العكس صحيح، ويتم تحديد مباراة بينهم في عرض ريسلمانيا 41. من المتوقع أن يقوم أوستن ثيري بخيانة جريسون وولر وانفصال هذا الفريق وتشتته. بعدها سيتم تحديد مباراة بينهم بين جريسون وولر وأوستن ثيري في عرض ريسلمانيا 41. أيضا من الأخبار التي تسربت تؤكد أن LA نايت سيواجه لوغان بول في ريسلمانيا 41 على لقبه، وهذا في حالة واحدة إذا لم يخسر لقبه لصالح كودي رودز في مباراة كينج أوف ذا رينج أو مباراة ملك الحلبة. AJ لي قد تعود إلى الحلبة وتتوجه لمواجهة بيكي لينش على لقبها في ريسلمانيا 41. ريا ريبلي ستعود متعطشة للدماء وستقوم بتدمير ليف مورغان عند عودتها. مباراة ملحمية قد يخطط لها الاتحاد بين الدبابتين برون بريكر وبوبي لاشلي في عرض ريسلمانيا 41. هذه من أقوى المباريات التي ممكن أن تحصل في عرض شهري كبير. الاتحاد يخطط لمباراة تجمع بين راندي أورتن وكودي رودز في عرض ريسلمانيا 41، وهناك بعض الأخبار تقول أنه من الأفضل أن تكون هذه المباراة في عرض سمر سلام، لكن كالمعتاد كودي رودز سيخرج منتصرا من هذه المباراة. وأخيرا أحلى خبر ستسمعونه، وهو أن الاتحاد يخطط لعمل مباراة بين كودي رودز ضد بروك ليزنر في أحد العروض الشهرية، وهناك أخبار تؤكد أيضا أن اللقب المطلق سيذهب لبروك ليزنر، وسيكون دفعة قوية للوحش بروك ليزنر، وهذا ما نتمناه من الاتحاد مستقبلا. ختاما نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، فإن عجبتكم الأخبار فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو ووضع آرائكم الجميلة في القسم الخاص بالتعليقات بشأن هذه الأخبار، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.